طاهر عمل مباراه قويه جدا امتدادا للحاله اللي هو عايش فيها، بس بيلعب مكان صلاح. فالوضع بالنسبه له هيبقى لازم هو، ودي ميزه في طاهر، بيعرف يطوع نفسه في اماكن مختلفه. فممكن طاهر يكون له مستقبل مع كابتن حسام في اكتر من مركز، لان كابتن حسام عامه من المدربين اللي بتحب اللعيبه الجواكر، بتحب اللعيب اللي بيلعب في اكتر من حته. يعني هو مثلا جزء من ضم ربيعه، محمد ربيعه، ان هو بيلعب، ممكن يلعب باك شمال، ممكن يلعب سنتر باك شمال، فبالتالي هو ممكن يستخدمه في اكتر من مكان. حمدي فتحي يستخدمه كقلب دفاع، يستخدمه كلاعب خط وسط. الحته بتاعت صلاح دي ممكن تخلي واحد زي مصطفى فتحي رغم تألقه الكبير وخبراته الكبيره النهارده منتخب مصر، بس هو ما بيلعبش غير دي، هيبقى بعيد عشان خاطر تواجد محمد صلاح. لكن طاهر ممكن يبقى له لو استمرت الحاله اللي عند طاهر، لان طاهر كمان عنده تحدي. انا ببقى عايز من الماتشات دي لعيب او اثنين بس يبقوا 100% زياده على المجموعه، انا مش محتاج اكتر من كده. يعني انا عندي قوام اساسي كده بس انا لما يحصل لي اصابه في الملعب، لما يحصل لي كذا كذا كذا، ما ابصش على الدكه ما الاقيش حد. انا معاك 100%. السبب اللي يعزز ده كمان ان في بطوله كامله خاضها كيروش، بطوله كامله طلعنا فيها 2 3 لعيبه.